في أمور كده لو عرفت تحسمها لصالحك هتكسب معركة صحتك النفسية. أول حاجة إن مش كل معركة لازم تحارب، ومش كل حرب حربك أصلا. في ناس بتحس بالمكسب لمجرد إنهم سحبوك لساحتك، وانسحابك من معركة مش معركتك حفاظ على طاقتك العصبية. ملناش دعوة يا محي. دراسات بتقول إن التعرض المستمر للصراعات بيرفع الكورتيزول وبيعمل إرهاق نفسي ويخليك تاخد أسوأ قرارات في حياتك. تاني حاجة مهمة قوي إنك تحسمها لصالحك، رأي الناس مش استفتاء عام. لو وقعت في مصيدة إنك تحوز على قبول الجميع تأكد إنك مش هتخسر غير نفسك. رضا الناس غاية لا تدرك. صحتك النفسية هتتحسن لما تعرف إن اللي شايفك غلط شايفك من زاويته، ملوش علاقة بحقيقتك. تالت حاجة لو اتعلمت تحسمها تبقى معلم. الماضي مجرد تجربة، احنا بس اللي بنتعلم منه. من فكرة إنك تعيش جوه الماضي هي أكتر حاجة ممكن تخسرك صحتك النفسية. وللأسف الدماغ بيحب يعيد الذكريات المؤلمة، كل مرة بتعيد المشهد بتعيد نفس الألم اللي حصل ساعتها. الحسم هنا إنك تقول لنفسك كفاية بقى تحليل، أنا خدت الدرس خلاص. رابع حاجة وهفضل أعيد فيها كل مرة، احسم حدودك مع الناس. من غير حدود أنت شخص مستنزف، وده مش مجرد كلام تنمية بشرية، ده أساس العلاج المعرفي السلوكي. الحدود بتقلل القلق، لأنك ببساطة بتبقى عارف إمتى تقول آه وإمتى تقول لأ من غير ما تحس بالذنب. خامس حاجة ودي مهمة قوي وأنا دايما بفكر نفسي أنا شخصيا بيها، إنك تحسب إنك مسؤول عن نفسك مش عن إنقاذ الجميع. أخطر وهم نفسي بيستنزف صحتك النفسية. أنا لازم أصلح كل الناس اللي حواليا. أكتر حاجة ممكن تهدر طاقتك وتحسسك بالإحباط. أنت مش مسؤول في حياتك كلها غير عن وعيك واختياراتك وسلامك الداخلي، وغيرك مسؤول عن نفسه. وأخيرا الصحة النفسية دي مش حظ، يعني مش حد محظوظ إن عنده صحة نفسية وإحنا مش محظوظين عشان ما عندنا. الصحة النفسية قرارات اتحسمت في وقتها. لو حسيت إن الكلام ده لمس حاجة جواك يبقى أنت جاهز تختار نفسك. وأخيرا صحتك النفسية دي هي اللي هتساعدك على تجاوز حاجات كتير جدا مش هتعرف تتجاوزها من غير صحتك النفسية بسلام. أنا نرمين هيكل ودي قناة لحظة وعي، ولو قررت تختار نفسك وصحتك النفسية اكتب لنا في الكومنتات. سلام عليكم.